السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة جايين في حديقة الفريال في بورسعيد، من اقدم الحدائق في مصر واقدم واحدة في بورسعيد. دي بقى من سنة كام؟ 1869. هتقولي يا عم ماشي عادي، يعني تعرف دي مساحتها لوحدها كام؟ 21,904 متر. يقول لي يا دي كبيرة قوي على فكرة، ده انت لو جيت تقيسها مثلا هتلاقيها كبيرة جدا. في عهد خديوي اسماعيل. طب اتسمت ليه يا ابني في الفريال؟ عشان دي البنت الأكبر لملك فاروق الأول. تمام، دي كده بس معلومات بسيطة تاريخ كده عشان تعرفوا تاريخ حديقة الفريال. طبعا هي من أنظف الجنائن في مصر، يعني أنا رحت جناين كتير، أنظف جنينة في مصر، جنينة نظيفة. يعني الناس اللي شغالين فيها دول طيبين وعسل يعني. تمام. فيها تتصور بقى عند اسمها ايه يا ربي، ناطحة السحاب. وفيها بقى اسمها ايه دي، في شايف اللي هي قدامك دي، بتتصور فيها صور جميلة جدا. فيها ساحة، فيها اشجار، فيها صور جميلة جدا. ودي حرفيا يعني تحس ان انت دخلت التاريخ، رجعت كده حوالي 200 سنة ورا. يعني بالنسبة لي كانت دي بقى الساحة. تمام. كراسي بقى، وعادي لو معاك سكيت تلعب. تمام. بس فطبعا ده الجامع. تمام. بصوا بقى، هنا لو معاك سكيت هتاخد، يعني ممكن تاخد صور جامدة جدا. مكان ملوك كده، يعني مكان كده ايه، بشوات، مكان رايق وفيه صور جامدة. فبنصحك ان انت تروح لو رحت يعني بورسعيد. بس فدي كانت نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك واحلى كومنت. باي. استنونا في حلقة جديدة. هي خطيرة. Here? Here from morning.
ما تبعدش قوي، قرب، خليها نص، مش لازم الجزم انت تعالى عليا. عاملينهم في الكرتون. بقول لك انا بتعلم ورا زي ما كنا. هي خطيرة. Here? Here from morning.